مبروك لنا ومبروك للوطن العربي ومبروك طبعا لجماهير المغرب كلها. حاجه صراحه احنا نفتخر ونعتز كلنا، والفرحه اللي احنا عملناها يمكن قبل ما نبدا الاستديو دي حاجه بنشكر لعيبه المنتخب المغربي والجهاز الفني. هو ده اصل اللاعب العربي، دي روح اللاعب العربي اللي عنده طموح ان هو يحط بلده في مكانه كويسه. النهارده الروح يعني من تاني ماتش لعبوه مع بلجيكا كرواتيا كان ماتش يعني هقول كان كويس، بس الماتش الاحسن كان ماتش بلجيكا، ثم ماتش النهارده اللي هو حطهم اول المجموعه. انا واحد ما شفتش لاعب من اللعيبه او اللعيبه اللي قاعدين بره على الدكه ما فيش حد منهم اثر خالص. كان عندهم هدف ان هم عايزين يصعدوا، هم ما كانوش بيفكروا في الاول ولا الثاني، هم اهم حاجه كانوا يصعدوا. وعشان كده الاداء بتاعهم والروح بتاعتهم اللي في الملعب والترابط والغل اللي هم بيطلعوه على لاعيبه كندا النهارده حطوهم منهم باول المجموعه. دلوقتي هم خلاص، انا من وجهه نظري ان هم النهارده يحتفلوا ويفكروا في المهمه الاصعب اللي جايه ان شاء الله، لان هو الطريق بتاعهم لو هم بنفس الروح دي، بنفس الاداء اللي حصل النهارده في الماتش، بنفس الترابط ده، هيحط المغرب في دور الثمانيه ان شاء الله.